حبني وأنا بعيوبي، حبني وأنا سوري في اللفظ ببلوية، حبني وأنا وحش. الابن اللي راجع من الكرة البعيدة، أبوه مش لما شافه من بعيد قال للعبيد خدوه بسرعة نظفوه، ريحته وحشة، ريحة الخنازير وهدوم وحشة، نظفوه كده وبعد كده هاتولوه على اللانش الساعة 2 نقعد مع بعض. ركض ووقع على عنقه قبل ما يغسله، قبل ما ينظفه، قبل ما يلبسه، قبل ما يهنيه. الذي أحبنا. هذه الكلمة في اللغة اليونانية مش بس بتاخد معنى الفعل الماضي أحبنا، لكن البريزنت كونتينيو، المضارع المستمر. الذي أحبنا ويحبنا وسيحبنا. حبنا واحنا وحشين، والحمد لله دلوقتي بقينا فل بيحبنا، وبكرة هنخيب هيرجع في كلامه. لا، أنا وإنت بنرجع في كلامنا، أنا وإنت محبتنا الصلاحية بتاعتها يوم موقف، بس يسوع إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. أحبنا، عمل معنا أولا إيه؟ أحبنا. نمرة 2 غسلنا. وكلمة غسلنا دي يعني مش بس غسل، كانت بلاوينا شديدة قوي احتاجت تغسيل. غسلنا من خطايانا مش بمية لكن بإيه؟ المية ما تعملش حاجة. اغسل ايدك ورجلك عايلة زي ما انت عايز، اثام ايديك وبلاوي رجليك لن يغسلها الا دم المسيح وبدون سفك دم. حبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا جعلنا ملوكا وكهنة، جعلنا مملكة كهنة، جعلنا مملكة كهنة. كان الله قصده في العهد القديم ان الشعب يكون مملكة كهنة، خابوا، عمل الكهنوت في سبط وفي عيلة. بس جانا بطرس قال لا خلاص، المشروع بتاع العهد القديم انتهى، دلوقتي بقينا كلنا كهنة. جعلنا ملوكا وكهنة، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا.